وها نحن معكم أيها السادة والسادة في جناح المشاة داخل بانوراما حرب أكتوبر، والعديد من التجهيزات المختلفة تؤكد على أن المشاة وما يعني قامت به من مراحل القتال المختلفة، يعني مؤكد أن إذا كان هناك يعني ضربة جوية أو تنوع من الدفاعات المختلفة، لكن يبدو أن تواجد القدم على الأرض وده اللي سعى إليه الرئيس الراحل أنور السادات، بأن يكون لنا موطن قدم على الأرض في سيناء حتى يتاح لنا بعد ذلك يعني التفاوض على استرداد كامل الأرض في حرب أكتوبر وما بعدها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال المشاة أو الجندي أو القدم للجندي المصري. أيها السادة والسادة، يعني لما بنتكلم على تجهيزات المشاة أو إعداد المشاة والجناح المختلف، أتصور بأن هذه الصورة هي الصورة المعبرة عن رفع العلم المصري وتمزيق وتقطيع وأن ندوس العلم العدو الإسرائيلي بالقدم. المشاة أيها السادة والسادة، ويعني تواجدهم في الميدان كقوة يمكن أن يعني نتفاوض من بعدها والحصول على كامل أرضنا، وهو ما تم في 6 أكتوبر وما بعدها. وعلم يعني لما نتذكر حرب الاستنزاف ويعني ما قامت به أو قام به المشاة في المراحل المختلفة حتى وصلنا إلى الحرب أو حرب 6 أكتوبر والنصر، وده بيؤكد على أن المشاة يعني كان لها عظيم الأثر في تحقيق النصر للقوات المسلحة المصرية. أيها السادة والسادة، احنا معكم في بانوراما حرب أكتوبر، ولما بنؤكد على أن يعني للمشاة دور عظيم في الحصول على النصر والمظفر، وهو ما تم أيها السادة والسادة لنا من خلال استرداد كامل أرضنا وتحقيق الهدف من حرب أكتوبر وهو النصر.